في عيلة كانت في المصيف، الجو حلو والولاد بيلعبوا على الشط والمية رايقة وهادية. فجأة حد لاحظ حاجة غريبة جدا، المية بدأت ترجع لورا قوي. الشط اللي كان متغطي بالموج بقى فاضي، والأرض اللي عمرها ما ظهرت بانت قدامهم كأن البحر بيختفي. فلو لقيت نفسك في موقف زي ده لازم تسأل نفسك تعمل ايه لو حصل تسونامي. أول ما تلاحظ الانسحاب الغريب ده للمية ما تقفش تتفرج ولا تسأل حد، اجري فورا ناحية أقرب مكان مرتفع، سطح، فندق، تلة، دور عالي من أي مبنى خرساني. لو معاك ناس أو أطفال ما تشرحش، اسحبهم معاك بسرعة جدا وامشي، ما ترجعش تاخد شنطة أو موبايل أو شبشب. كل اللي تحتاجه في اللحظة دي إنك تبعد عن الساحل بأسرع ما يمكن. تاني حاجة، لو سمعت إن في زلزال حصل أو تحذير بتسونامي ما تروحش تشوف بنفسك. أوقات كتير لما الناس بتسمع إن في تسونامي محتمل أو زلزال حصل قريب من الشط بيروحوا يبصوا من البلكونة أو ينزلوا يصوروا البحر، وساعات بيقولوا لبعض مش يمكن يبقى كلام فاضي، نستنى نشوف الأول. بس ده أكبر خطر ممكن تاخده على نفسك، لأن التسونامي ممكن يوصل خلال أقل من 10 دقايق بعد الزلزال. الموجة الأولى أوقات بتكون بسيطة، لكن اللي بعدها بتيجي مدمرة. الموج ممكن يوصلك بسرعة جدا وانت على بعد مئات الأمتار من الشط، لأن الموج بيكون ماشي بسرعة طيارة، صدقني مش هتلحق تسبقها لو قربت. فما تستناش تتأكد بنفسك، لو انت قريب من الشط ابعد فورا واطلع على منطقة عالية. لو في عمارة قريبة منك على البحر اطلع أعلى دور فيها. تالت حاجة، امشي في اتجاه واحد بس لفوق. بعد ما تسمع تحذير أو تلاحظ علامة خطر زي انسحاب البحر، أول حاجة فكر فيها إنك تهرب. بس للأسف ناس كتير بتهرب في الاتجاه الغلط، أو بتضيع وقتها تدور على عربيتها أو إنها تجمع حاجاتها، وفي الآخر بتتفاجئ إن الموجة أسرع بكتير من اللي كانوا متخيلينه. علشان كده أهم مبدأ وقت خطر التسونامي هو اطلع مكان عالي وما تبصش وراك. لو في سلالم قريبة منك، بيوت، فنادق، مولات، اطلع لفوق فورا. لو في جبل صغير أو تلة أو طريق مرتفع امشي ناحيته بسرعة. وما تفتكرش إنك لو راكب عربية هتعرف تسبق الموجة، لأن الطرق ممكن تبقى زحمة أو فيها مطبات أو حتى مكسرة، ولو الجو مطر أو في طين هتتبهدل أكتر. ساعتها انزل من العربية فورا واجري برجلك ناحية أي مكان عالي، رجلك أسرع وأنقذ في اللحظة دي من أي عربية. ما تقفش تبص حواليك وتشوف الناس بتعمل إيه، لأن للأسف كتير منهم مش هيتصرف صح. وما تقولش أرجع أخد شنطة أو موبايل، الشنطة ممكن تتعوض، لكن الثواني اللي هتضيعها دي ممكن تكلفك كتير. والأسوأ تقف تصور البحر، ده مش وقت صور ولا فيديوهات، ده وقت نجاة، مفيش وقت للتردد ومفيش داعي للفضول. رابع حاجة، لو انت في بيت او مبنى قريب من البحر ما تنزلش في لحظة الذعر. ناس كتير اول ما تسمع ان في تسونامي بتنزل تجري من العمارة او الفندق على امل توصل لمكان امن، لكن اللي بيحصل انهم بينزلوا ويلاقوا نفسهم في الشارع والموجة بتسبقهم. فايه الصح؟ لو انت في مبنى قوي وارتفاعه اكتر من دورين خليك فيه واطلع لاعلى دور تقدر عليه، السطح هو اكتر مكان امن في الحالة دي. المباني الخرسانية غالبا بتتحمل الموجة اكتر من العربيات او الاكشاك، وكل ما كنت اعلى كل ما كانت فرصتك في النجاة اكبر. فالمفروض تعمل ايه بسرعة؟ اطلع على طول على السلالم، ما تفكرش تستخدم الاسانسير، الكهرباء ممكن تقطع في اي لحظة وساعتها هتتحبس جوه. السلالم امن واسرع حتى لو فيها مجهود، ولو في ايدك موبايل او ازازة مية خدهم، بس ما تقفش تدور عليهم. لو الحاجة مش قدامك سيبها وخد طريقك لفوق. الثواني اللي هتضيعها وانت بتدور على المية او الشاحن او الشنطة بتبقى خطر جدا، الموجة مش هتستناك. ابعد عن البلكونات او الشبابيك حتى لو طلعت فوق، خليك بعيد عن اي فتحة بتطل على البحر، لان الموجة لما بتضرب ضغطها ممكن يكسر الازاز وانت مش محتاج اي اصابة في اللحظة دي. لو معاك اطفال او كبار في السن خليك هادي واطلع بيهم على مهلك، امسك ايد الطفل وطمنه حتى لو انت خايف. ولو معاك شخص كبير في السن او مصاب ومش قادر يمشي بسرعة ساعده وامشي معاه، بس ما تقفوش في مكانكم، لان الوقوف ممكن يخليكم في خطر لو الموجة قربت. يعني حتى لو هتمشوا ببطء المهم تفضلوا تتحركوا وتطلعوا لفوق. فمن المهم انك ما تتهورش وتجري وانت في حالة هلع، لان الجري العشوائي ممكن يخليك تقع، تتزحلق، تأذي نفسك او تأذي غيرك. الهدف هنا من كل ده انك توصل لاعلى نقطة في المبنى باقل وقت ومن غير ذعر. ومن المهم جدا ما تنزلش الشارع ابدا الا لو المبنى نفسه بدأ يتهد او في خطر واضح. خامس حاجة، لو لقيت موجة تسونامي جاية وانت في مكان مفتوح ما تمشيش جنب البحر، امشي في اتجاه عمودي عليه، ادخل شوارع جانبية او اتجاه الجبال او المرتفعات. لو مفيش مباني قريبة بص حواليك في تلة، هضبة، لو وصلت حتى ان في عمود نور او اي شيء تقدر تتسلقه وتبقى فوق مستوى الارض استخدمه، بس ده في الحالات القصوى بس، ولما يكون يعني مفيش حل تاني. وما تفكرش ترجع تنقذ حد لو الموجة قربت منك. لو الشخص لسه على بعد ممكن توصله ممكن، لكن لو قربت الموجة لازم تحافظ على حياتك الاول، لانك لو اتسحبت مش هتقدر تنقذ حد ولا حتى نفسك. سادس حاجة، بعد ما توصل لمكان آمن ما تنزلش تاني بسرعة. ناس
كتير بتفتكر ان الخطر خلص اول ما الموجه تضرب وتمشي، لكن الحقيقه ان التسونامي مش دايما بيجي بموجه واحده، ساعات بيجي على موجات متتاليه، والموجه الثانيه ممكن تكون للاسف اقوى من الاولى. فخليك في مكانك حتى لو حسيت ان الميه بدات تنسحب، استنى تعليمات الجهات المسؤوله او الدفاع المدني، تابع الاخبار او التنبيهات من التليفون او الراديو. كتير من المناطق الساحليه بيكون عندهم نظام انذار مبكر او تحذيرات صوتيه بتصدر مع موجات الخطر. سابع حاجه، لو لقيت مصابين او ناس محتاجه مساعده، ساعد على قد ما تقدر بس من غير ما تعرض نفسك للخطر. بعد ما الموجه بتعدي ممكن تلاقي حد واقع وبيصرخ، طفل تايه عن اهله، ناس مصابه او مش قادره تتحرك. وقتها رد فعلك الطبيعي هيكون انك تجري تساعد، بس مهم جدا انك تساعد بوعي مش بحماس ممكن يضرك او يضر التانيين. لو المكان امن فعلا قرب بحذر وابدا اسال الشخص في حاجه بتوجعك، ما تحاولش تحركه لو شكيت انه عنده كسر او اصابه في العمود الفقري. لو مش متاكد من الامان، زي لو الارض مبلوله او في تيار خفيف، استنى فرق الانقاذ وما تبقاش ضحيه جديده. لو لقيت طفل تايه هديه، ويفضل تاخده لمكان امن وتستنى الجهات المسؤوله. ما تحاولش تمشي بيه بعيد لوحدك لان ده خطر ليه. ولو معاك موبايل وشبكه، اتصل بالطوارئ او بلغ عن الموقع اللي فيه المصاب او الخطوره، وشارك موقعك بدقه معاهم. مساعده الناس حاجه انسانيه جدا، بس لازم تكون محسوبه علشان ما نتحولش من منقذين لمصابين احنا كمان. في لحظات البحر اللي الناس بتروح ليه عشان تهدى ممكن يتحول لوحش بياخد في طريقه كل حاجه، بس الفرق بين انك تبقى ضحيه او ناجي هو قرار واحد تاخده في الثواني الاولى. احكي لنا في الكومنتات لو لقيت نفسك لا قدر الله في موقف زي ده هتتصرف ازاي، وايه اول حاجه هتفكر تعملها. واستناني في حلقه جديده من سلسله تعمل ايه عشان تبقى جاهز حتى للحاجات اللي عمرك ما تخيلت انها ممكن تحصل.